ايوا داك العقده ديال البيلانتيات ما غاديش تبعد علينا، مازال تابعانا. صراحه اللعابه خصهم يتدربوا مزيان على البيلانتيات، خصهم يتدربوا خاصه ذهنيا كيفاش نتيريو بيلانتي. صراحه ولات عندنا عقده حنا هاد البيلانتي هذا، والله العظيم قبل ما يتيري العناوي عرفت بغا يضيعوا. المهم جول ماشي جول، حريمات، تسلل، هذا ماشي موضوعنا. مساله اخرى تير، ياك كنشوفوا في التدريب ان اللعابه كيتيريو على الشبكه، راه حتى دابا كلشي كيتيري كيجيبها الفوق، جول الريكبي حتى واحد ما كيجيبها في الكادر. للاسف الشديد هذا ما كينقصش من المستوى اللي ظهر به المنتخب الوطني المغربي، والله العالي العظيم. هادو اللي ناضوا دابا كيقولوا الركراكي ما الركراكي، والله كون راه لعب الركراكي هذا ما تنخرجوا بشي 4-0. كفانا نفاقا وكفانا عاطفه. راه الاكوادور راه ماشي هي الموزمبيق وطنزانيا والبحرين، هذه راه الاكوادور اللي كتضرب البرازيل كتضرب الارجنتين، وهي الثانيه في الاقصائيات اللي تاهلت، وعام ونص او عامين ما خسرت. منتخب قوي بدنيا، قوي في وسط الميدان، دفاعيا، يعني تجربه حقيقيه ونديه حقيقيه عشناها وغنستافدوا من هذه التجربه. اذا الله يرضي عليكم كفانا تهريجا وبلبله. هذا ما كيعنيش اننا كندافعوا على المدرب ولا كندافعوا على المنتخب، ولكن فقط كنهضروا بنوع من العقلانيه وليس بالعاطفه. بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي.